انا مش عاوز انكد عليك ولا اعكر عليك ايامك، بس انت لو جالك الاحساس ده في يوم من الايام بسبب حد انت كنت بتحبه او انت ما زلت بتحبه، وهو عمل معاك فعل خلاك تحس بكده او قالك على كلام تحس بالاحساس ده، فده بقى اشارة ليك بانك انت بقيت في منطقة اقل من المنطقة اللي كان قلبك مصدقها في الاول، او انت بقيت في منطقة اقل من عقلك كان متخيلها في الاول، فخلاك تحس بالألم ده وبالإحساس ده. علشان بديهي جدا اللي بيحب حد قبل ما يجي ينطق الكلمة بيحسبها قبل ما ينطقها، بيبقى خايف على خوف حبيبه. بس برضه أنا عاوزك تعذر، وممكن هو عمل معاك الفعل ده، قالك الكلام ده بسبب هو وراه ضغط نفسي في الشغل، وراه مسؤولية مش عارف يسدها، متعصب من حاجة حصلت له. مفيش إنسان في الدنيا دي مرتاح، ولو عاش مرتاح نص ساعة، العشر ساعات التانيين هيمر عليه وطلع عينه. فهو مفيش حد في الدنيا مرتاح، بس انت تنبهه بان الفعل اللي هو عمله ده اللي هو ضايقك، او الكلام اللي هو اتقال وضايقك، تنبهه وتحط ليه حدود. علشان لو الفعل ده اتعمل تاني، او الكلام ده لو اتقال تاني، هيبقى فيه تصرف تاني خالص عن التصرف اللي حصل اول مرة. ليه؟ علشان تعرفوا بانك انت انسان ليك مبادئ، ليك اخلاق، ليك قيم بتحافظ عليها. ما ينفعش انك انت تتعدي المبادئ والحدود دي وتعدي قيمك معايا بسبب انك انت حبيبي او اقرب الناس ليا. لا، انت ليك حدود ما ينفعش بانك انت تعديها حتى لو انت كنت اقرب الناس لقلبي.